السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلب طلاب الصف الأول الثانوي ومحاضرة جديدة من محاضرات المنطق. النهاردة حصة مهمة من حصص المنطق ودي تعتبر من الحصص الأساسية، يعني حضرتك الحصة الثانية والثالثة في المنطق هم أساس المنطق، لو ما فهمتهمش مش هتفهم اللي جاي، عشان كده ركز معايا من دلوقتي وأقول لك شايك وقهوتك وجهز. نبدأ مع بعضنا المحاضرة الثانية في المنطق، وأول عنوان عندنا بيتكلم عن المنطق واللغة. يا ترى في علاقة بين المنطق واللغة ولا مفيش؟ ده اللي هنعرفه مع بعضنا. مبدئيا كده المنطق ده العلم اللي بيدرس قواعد التفكير السليم، العلم اللي بيخلينا نفكر بشكل سليم. طب اللغة؟ قال لك اللغة دي وسيلة للتعبير عن أفكارنا. يعني حضرتك لو فكرت فكرة وعايز تقولها لنا هتقولها لنا بواسطة ايه؟ بواسطة اللغة. يبقى اللغة وسيلة للتعبير عن مين؟ عن الأفكار. ساعات انت بتفكر وما بتقولش. حضرتك وانت بتفكر كده وسرحان التفكير في دماغك بيدور على هيئة لغة، برضو انت بتتكلم مع نفسك، بس اسمها لغة غير منطوقة. لكن لما حضرتك تقول لنا اسمها لغة منطوقة. يبقى في النهاية اللغة هي وسيلة التعبير عن الأفكار، والأفكار دي اللي بيدرسها علم المنطق. إذن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والمنطق، فهما وجهان لعملة واحدة، يعني هما بيكملوا بعض. ماشي، دي أول فقرة تمام عايزك تعرفها. هنكمل مع بعضينا، يبقى ده كده علاقة المنطق باللغة. هنكمل مع بعضينا لحاجة مهمة جدا في المنطق اسمها الحدود المنطقية، ومن هنا ابتدينا ندخل في الجد، فركز معايا كويس. برضو نرجع للبورد عشان حضرتك تكون فاهم. بص كده، حاجة اسمها الحدود المنطقية. قبل ما ندخل على كلمة الحدود المنطقية عايزك تفهم الآتي. عندي في العربي في حاجة اسمها الجملة الاسمية اللي هي فيها خبر، بتتكون من مبتدأ وخبر. فالجملة بتتكون من جزئين، جزء أول وجزء تاني، مبتدأ وخبر. ده في العربي وانت عارف ده كويس. في المنطق الجملة اسمها قضية، والمبتدأ اسمه موضوع، هناخد الموضوع ده بالتفصيل حضرتك الحصة الجاية، والخبر اسمه محمول. فالقضية اللي هي الجملة ده في المنطق تمام بتتكون من موضوع ومحمول، جزء أول وجزء تاني. بدل ما بنقول جزء بنسميه حد. يبقى إيه هو الحد؟ الحد ده جزء من قضية، يعني هو لوحده ملوش معنى. فلما نيجي مثلا نقول الحديد معدن، كلمة الحديد لوحدها تمام ومعدن على بعضهم كده اسمهم قضية في المنطق. الحديد لوحدها اسمها حد، معدن اسمها حد. لما اجي اقول لك الحديد انت ايه اللي استفدته؟ تقدر مثلا تقول المستر بيقول كلمه صادقه او كلمه كاذبه؟ حضرتك ما تقدرش تحكم على اللي انا قلته بالصدق او الكذب لانه ملوش معنى، ده جزء من المعنى. لما اجي اقول لك الحديد معدن على بعضها، القضيه على بعضها ليها معنى تمام ينفع تحكم عليه بالصدق او الكذب، لكن الحد لوحده ملوش معنى. تعالوا نشوف مع بعضنا تعريف الحد. بص كده، الحد المنطقي تمام. أول حاجة نعرفها إن هو ليس لها معنى. بص كده، ممكن يكون كلمة أو مجموعة من الكلمات نخبر به أو نخبر عنه. يعني إيه؟ يعني مثلا لما أجي أقول لك القاهرة
جميلة. كلمة القاهرة هنا حد، كلمة جميلة هنا حد، على بعضهم اسمهم قضية. القاهرة ده حد كلمة واحدة. بص كده هقول خبر عنها يبقى نخبر عنها. جميلة هنا دي هي الخبر يبقى ده حد نخبر به، هي الخبر. زي مثلا الحديد معدن اللي احنا لسه قايلينها، فأنا عندي كلمة الحديد حد ومعدن حد. الحديد نخبر عنه، ده الحديد ماله هقول خبر عنه. معدن هي دي الخبر فنخبر به. تاني فهو ممكن يكون كلمة أو مجموعة من الكلمات، تمام، نخبر بها أو نخبر عنه. اديني مثال تاني زي مثلا القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. فتاني القاهرة حد وعاصمة جمهورية مصر العربية حد، على بعضهم مكونين جملة لها معنى، لكن كل حد لوحده ليس له معنى. تمام، لازم يتضموا الاثنين ويدخلوا في قضية عشان يكملوا المعنى. ده حد المجموعة من الكلمات. يعني الحد ممكن يكون مجموعة من الكلمات وممكن يكون كلمة واحدة. الأولاني دوت نخبر عنه هقول عنه خبر، الثاني هو الخبر نخبر به. شوف كده مع بعضنا الPDF. الحد المنطقي هو لفظ أو مجموعة من الألفاظ التي تصلح أن تكون طرفا في قضية، يعني جزء من جملة خبرية. تمام، نخبر عنه أو نخبر به شيئا، هو الخبر هو الإفادة. خلاص؟ ماشي. نستنتج من هذا التعريف قد يكون لفظا واحدا أو عدة ألفاظ. قد يكون لفظا أخبرنا عنه أو أخبرنا به، يعني ممكن هو يكون المبتدأ أو هو الخبر شخصيا. تمام؟ قد يفيد جزء من المعنى ولكن لا يفيد المعنى كله. يعني الحديد حضرتك ماله؟ تمام، معدن، كده حضرتك فهمت، لكن لوحده مش هيفيدك، مش هيديك معنى كامل، هو جزء من المعنى. ماشي. ندخل بقى لحاجة مهمة اللي هي اسمها تصنيف أو أنواع الحدود. أنواع الحدود قال لك من حيث الكم، وفي من حيث الكيف. عايزك تحفظ، طبعا تفهم في الأساس بس تحفظ ده، إن تصنيف الحدود في من حيث الكم وفي من حيث مين؟ الكيف. حضرتك تفهم عشان الاختيارات، لو قال لك من حيث الكم هتختار من الاثنين دول، لكن لو من حيث الكيف هتختار من الاثنين دول اللي انا لسه هكتبهم. من حيث الكم قال لك ممكن نصنف الحد تمام الى حد كلي او الى حد جزئي. من حيث الكيف قال لك موجب وسالب. تاني انواع الحدود من حيث الكم، من حيث الكيف. من حيث الكم كلي او جزئي، يعني لما يجي لي سؤال ويقول لك صنف الحد من حيث الكم واختيارات هختار يا كلي يا جزئي، لكن لو قال لك صنف من حيث الكيف هيبقى الاختيارات يا موجب يا سالب. لازم تحفظ ان الكم كلي وجزئي، الكم كلي وايه؟ جزئي، لكن الكيف موجب وسالب، موجب وسالب. طب تعال نعرف الفرق ما بينهم، نطلع لفوق برضه. نبدأ الأول أنواع الحدود من حيث الكم. قال لك في حد كلي زي ما احنا لسه قايلين، وفي حد جزئي. طب ايه هو الحد الكلي؟ قال لك لفظ، تمام، اللفظ ده يطلق على مجموعة من الأشياء أو الأشخاص الذين يشتركون في صفات معينة.
يعني ايه؟ كلمة بتطلق على اشياء مشتركين في خصائص معينة، زي مثلا كلمة نهر بتطلق على كل الانهار اللي هو مر مائي ماء عذب. ماشي. كلمة مدرسة بتطلق على كل المدارس وده مكان مخصص للتعليم. يبقى بص كده، تطلق على مجموعة من الاشياء او الاشخاص مشتركين في صفات معينة، زي كلمة بنت بتطلق على كل البنات، كلمة ولد بتطلق على كل الاولاد. خلاص؟ طيب حضرتك ولد، حضرتك بنت، وانت في الفصل بيتقالك بنت، ولو رحتي تجيبي حاجة من بره برضو اللقب فيكي بنت او ولد، لا يفارق سواء في وقت تمام الجماعة او انا لوحدي. مدرسة، لو بنينا مدرسة في قلب الصحراء لوحديها اسمها مدرسة، عملناها مجمع مدارس اسمها مدرسة برضو. نرجع تاني، الحد الكلي لفظ تمام يطلق على مجموعة من الاشياء مشتركين في نفس الخصائص، مشتركين في نفس ايه؟ الخصائص، زي كلمة نهر، مدرسة، قلم، اتقال على كل الأقلام، ولد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نمسح ده كده عشان نوسع لنفسنا. طب نروح للحد الجزئي. قال لك كلمة تطلق على شيء واحد دون سواه، حاجة واحدة بس، ما ينفعش تطلق على أكتر من شيء. زي إيه؟ قال لك مثلا لما نقول نهر النيل، ده ما فيش إلا واحد بس اللي في مصر. زي مثلا أهرامات الجيزة، دي هي حاجة واحدة بس. زي مثلا جبل أحد، حاجة واحدة بس. يبقى الحد الكلي دي كلمة بتطلق على حاجات كتيرة مشتركين في نفس الخصائص، لكن الجزء هي بتطلق على الحاجة دي دون سواها. خلاص؟ خلاص. طب الحتة دي سايبينها ليه؟ أكيد لحاجة يعني. قال لك في نوع من أنواع الحد الكلي اسمه حد جمعي. إيه الحد الجمعي ده؟ قال لك شبه الكل بالظبط، لفظ يطلق على مجموعة من الأشياء تمام أو الأشخاص مشتركين في نفس الخصائص، لكن في حتة هنا، لا يطلق على كل فرد على حدة، لازم نكون مجتمعين. زي ايه؟ زي كلمة كتيبة. احنا اسمنا كتيبة دلوقتي، كتيبة في الجيش تمام، واحنا مع بعضينا اسمنا كتيبة. لكن حضرتك لو خدت اجازة ونزلت تمام وانت ماشي في الشارع لوحدك ما اسمكش كتيبة، انت هنا خدت اللقب وانت وسطنا. زي كلمة سرب، هما طايرين مع بعضيهم، الطيارات او الحمام ايا كان اسمهم سرب. حمامة حولها مشيت لوحدها بعيد ما خرجت عن السرب، فقدت اللفظ. زي كلمة قوم، زي كلمة شعب. حضرتك وانت وسطنا هنا اسمنا كلنا مع بعضينا شعب مصر. حضرتك جبت تأشيرة سفر ومشيت، مش هيقولوا شعب مصر جه، بقيت لوحدك. خلاص. يبقى هنا تعمل الحد الجمعي، دي كلمة بتطلق وقت جماعة، لكن لو انت مشيت خلاص فقط. ودي حضرتك عكس الحد الكلي. الحد الكلي قلت لك تمام كلمة مدرسة تطلق على كل المدارس، بس لو بنيت مدرسة لوحدها في الصحراء اسمها مدرسة. كلمة ولد أو بنت تمام، اسمكم تمام ولد أو بنت، سبت المجموعة ورحت تشتري حاجة لوحدك أو لوحدك لسه اللقب موجود، ولد أو إيه أو بنت. يبقى ده الفرق بين الحد الكلي والحد الجمعي. لكن هما لفظ يطلق على مجموعة من الأشياء مشتركين في نفس إيه الخصائص، يطلق على مجموعة من الأشياء، بس ده واحنا مع بعضينا او انا لوحدي اللقب موجود. الجمعي لازم نكون مع بعضينا بس، زي ما قلت لك كلمة نقابة، كلمة شعب، قوم، سر. خلاص. الحد الجزئي كلمة بتطلق على شيء واحد دون سواه، ده مريح نفسه. ندخل على معلومة جديدة. احنا لسه في انواع الحدود من حيث مين؟ الكم. ازاي نحول الحد الكلي إلى حد جزئي؟ وفي طريقة نحول بيها الحد الكلي الجزئي؟ قال لي أيوه. أول حاجة نشوف كلمة زي كلمة قلم، ده حد كلي تتقال على كل الأقلام.
قال لي ممكن احولها لجزئي بالاشاره. لما اقول هذا القلم، بص كده قلم، دماغك هتودي وتجيب كل الاقلام، لكن لما اقول لك هذا القلم فخلاص بقى ده بس، فتحول تمام من اشياء كتيره لشيء واحد، بتحول من كل الجزء بايه؟ بالاشاره. تاني حاجه تمام بالاضافه، زي مثلا كلمه قلم، اقول لك قلمي، تمام؟ فهنا برضو عادت على قلمي انا بس، فتحول بالاضافه. في بالتخصيص قلم، ادي بالتخصيص، نقول قلم المستر، برضو خلاص اتحدد ده بس. يبقى ازاي نحول الحد الكلي لحد جزئي؟ قال لك بالاشاره، بالاضافه، بالتخصيص. ممكن في الامتحان يجيب لك كلمه زي كتاب ويقول لك حولها لحد جزئي، تمام، ويقول لك بالاضافه. فانت عارف بالاضافه ان انت هتضيف ضمير، كتابي، كتابه، كتابها، تمام، ايا كان. بالاشاره هتستخدم اسم الاشاره المناسب. بالتخصيص كتاب عماد، كتاب علي، كتاب محمد، كتاب المستر. خلاص ماشي. في بقى العكس، يجيب لك الحد الجزئي ويقول لك رجعوه لي كلي. اللي عملناه او اللي هببناه نشيله. يعني حضرتك قال لك هذا القلم شيل الاشاره، حط لك فيها ضمير شيله، شيلنا الاضافه. خصصه للمستر، شيل المستر، قول بالتعميم. يبقى نحول الكلي لجزئي بالاشاره، بالاضافه، بالتخصيص. نرجعهم تاني من جزء الكلي اللي احنا حطيناه نشيله. تمام؟ تمام. قال لي دي نفس الطريقه اللي بستخدمها برضو في تحويل الحد الجمعي لجزئي. ما الجمعي بيعامل معامله مين؟ الكلي. يعني لو اداني كلمه جيش فاقول هذا الجيش، خلاص نفس معامله مين؟ الكلي. في معلومه تاني ومهمه وعايزك تاخد بالك منها، اسم العلم حد كلي ولا حد جزئي؟ قال لك اسم العلم اللي هو اسمك مثلا، زي كلمه محمد، محمد. كلمه محمد ديت كلمه بتطلق على شخص واحد ولا مجموعه من الاشخاص؟ مجموعه من الاشخاص. هتقول لي بشبه الحد الكلي، بس الحد الكلي بيقول لك ان كلمه بتطلق على مجموعه من الاشخاص يشتركون في نفس الخصائص. لكن انت عندك كلمه محمد ممكن تلاقي واحد طويل، واحد قصير، واحد تخين، واحد رفيع، واحد بخيل، واحد كريم، تمام؟ فالصفات مش مشتركه. فقال لك اسم العلم رغم ان هو يطلق على الكثير من الاشخاص بس مش مشتركين في نفس الخصائص، فقال لك هنعامله معامله الحد الجزئي. يبقى اول ما يقول لك اسم علم، اسم شخص، يبقى هنختار حد مين؟ حد جزئي. اذا كنا نقصد بيه اسم شخص. تاني، اسم العلم رغم ان الاسم مش خاص بشخص واحد بس، بيطلق على مجموعه من الاشخاص، لكن حضرتك الحد الكلي قال لك اسم بيطلق على مجموعه من الاشخاص لازم يكونوا مشتركين في نفس الخصائص. طب حضرتك مش كل الناس اللي بيتسموا نفس الاسم مشتركين في نفس الخصائص، فعشان كده بنعتبر ان الحد، تمام، او اسم العلم حد جزئي. بيطلق على ناس كتير لكن مش مشتركين في نفس الخصائص. نكمل كمان المعلومه دي. بص، اسم العلم لو كان اسم شخص خلاص عرفنا ان هو حد جزئي، لكن لو كنا نقصد بيه صفة فهو حد كلي. ودي اللعبة هنا. يجي يقول لك ايه؟ الطالب، تمام، كريم في عطائه. يجيب لك اختيارات، حد جزئي ولا حد كلي. يجيب لك تحت كلمة كريم خط، يقول لك كلمة كريم هنا حد جزئي ولا حد كلي، فانت تقرا العبارة. الطالب كريم في عطائه، كريم هنا يقصد بها صفة مش اسم، هو ما اسموش كريم، الطالب كريم في عطائه، تمام؟ فحضرتك هنا لما يبقى صفة هروح اختار حد مين؟ كلي. لكن نفس المثال مثلا لو قلت لك الطالب كريم
مجتهد. فهنا كريم انا قصدت بيها اسم، فهنا هتبقى حد جزئي. امثله تاني: القاضي عادل في حكمه. عادل طالب مجتهد. ويجي يحط لي خط تحت كلمة عادل. عادل هنا القاضي عادل في حكمه صفة، فهنختار لو قال لك حد كلي ولا جزئي، تمام، ده من هنا من حيث الكم، فاختار ان ده حد كلي لان حضرتك عادل هنا دي صفة، لكن عادل هنا ده اسمه، هتبقى حد مين؟ حد جزئي. خلاص نرجع نشوف ده مكتوب ازاي. من حيث الكم ادي بيقول لك الحد الجزئي الكلمه اللي بتطلق على شيء واحد دون سواه، لكن الحد الكلي اللي بتطلق على اكثر من شخص او اكثر من فرد، بس لازم يكونوا مشتركين في نفس الصفات، زي كلمه نهر، هرم، معدن، برج، مدينه. لكن هنا تمام زي نهر النيل، برج القاهره، شيء واحد. عندي بعد كده بيقول لك ان اسم العلم حد جزئي دائما، عشان لو كنا نقصد بيه شخص، لكن لو كان صفة تمام كان هيبقى شيء ايه؟ تمام لو كان هنا يقصد بيه صفة فكان هيبقى حد كلي. اسم الحد الجمعي تمام زي ما اتفقنا من شوية لازم يطلق على أفراد مجتمعين. أفراد ايه؟ مجتمعين. يعني لو أنا مثلا قاعدين مع بعضينا اسمنا مجموعة في سنتر، مجموعة، لو حد منكم راح يجيب طلب ما بقيش اسمه مجموعة، فقط اللقب هو اللقب وقت الجماعة. كملين برضو مع بعضينا. وزي ما انتم شايفين تمام ازاي نحول الحد الكلي لحد جزئي زي ما احنا قلنا. تمام الحد الكلي الجزئي قال لك بالاشاره، بالتخصيص، او بايه؟ بالاضافه. ازاي نرجع من جزئي لكلي؟ اللي احنا هببناه هنشيله، حطينا اشاره هنشيلها، حطينا تخصيص نشيله، تمام اضافه تمام نشيل الاضافه. ماشي. برضو قلنا المعلومه دي من شويه. الحد الجمعي ممكن نحوله لجزئي بنفس الطرق اللي كانت فوق، بالاشاره، بالتخصيص، بالاضافه. هندخل بعد كده لتقسيم الحدود من حيث الكيف. حد موجب وحد سالب. الحدود من حيث الكيف. حد موجب وحد سالب. الحد الموجب اللي هو قال لك يعبر عن وجود الصفة. يعني ايه؟ يعني حد مثبت مش منفي. زي مثلا كلمة كريم، كلمة بخيل. هتقول لي دي صفة وحشة، اقول لك مالكش دعوة، ده مش منفية، صفة مثبتة. طويل، قصير، انا بقول لك الصفة دي فيك. الحد السالب اللي هو حضرتك يعبر عن عدم وجود الصفة، يعني منفي قدام الصفة، تمام، نفي، لا، يعني لا أمين، مفيش صفة الأمانة. لا بخيل، يعني مفيش صفة البخل. لا قصير. لكن حضرتك لو قلت لك لامع، حضرتك لا هنا مش نفي، لامع دي كلمة على بعضيها، لو الشيء اللي بيلمع ده، تمام، بتشوف في الأفراح ناس بتلمع كتير، فحضرتك كلمة لامع ديت هنا تعتبر صفة موجبة. صفة إيه؟ موجبة. يبقى تاني الصفة الموجبة اللي هي مش منفية، ما قبلهاش حرف نفي. اللا هنا في لامع مش حرف نفي، دي جزء من الكلمة. كلمة لا سلكي، في سلكي ده موجب، في لا سلكي ده النفي بتاعها، ده السالب، عشان الكلمة دي هتعمل ضجة. لكن كلمة لامع مش لا ومع،
لا حضرتك لامع على بعضها كلمه، لكن هنا في لا وسلكي. تمام؟ فده يعتبر حد سالب منفي. لكن الحد الموجب اللي هو ما فيهوش نفي. حلو الكلام، وركز معايا في السؤال اللي انا هقوله ده من حيث الكيف. ممكن يضحك عليك حضرتك ويجيب لك سؤال لطيف ظريف كده. يجي يقول لك ايه؟ كريم طالب تمام مجتهد. حلو. خط تحت كريم، ويقول لك في الاختيارات جزئي تمام كلي موجب سالب. يقول لك هنا من حيث الكم حدد نوع ما تحته خط. ممكن يقول لك كده سؤال تاني بنفس الاختيارات: الطالب كريم في عطائه. تمام؟ يقول لك تمام كريم من حيث الكم، اختار. ممكن يجي يقول لك كده الطالب كريم في عطائه، ويقول لك كلمة كريم تمام حد نقط من حيث الكيف. حضرتك مطالب ان انت تقرا مطلب السؤال كويس جدا. هو عايز من حيث الكم ولا الكيف؟ لان لو من حيث الكم انت هتختار بين كلي وجزئي، من حيث الكيف هتختار بين موجب وسالب. فلما تيجي تقرا كده كريم طالب مجتهد، كريم ده اسم واحد مبدئيا من حيث الكم. اسم الشخص لو قال لك من حيث الكم بيبقى حد ايه؟ جزئي. اسم العلم حد جزئي اذا كان يعبر عن اسم شخص. الطالب كريم في عطائه، كريم هنا صفة. كريم هنا ايه؟ صفة. ماشي. بيقول لك من حيث الكم يبقى يا كلي يا جزئي. طب الصفة قلنا بتبقى حد ايه؟ كلي. بص السؤال ده: الطالب كريم في عطائه. حلو. بيقول لك من حيث الكيف، الكيف يبقى هختار يا موجب يا سالب. لازم تختار تشوف السؤال من حيث ايه. طب حضرتك كريم مثبته ولا منفيه؟ مثبته، يبقى ده حد موجب. هتختار من الاختيارات كده. لو كان قال لك في السؤال ده من حيث الكم كانت كريم اللي هو السؤال ده كريم هنا صفه، فكانت هتبقى حد كلي. حضرتك ما يضحكش عليك في مطلب السؤال، ما يضحكش عليك. تمام؟ لازم تقرا السؤال لنهايته، لان حضرتك في السؤال ده انت كنت هتقول الطالب كريم في عطائه، كريم هنا صفه يبقى ده حد كلي. هو ما قالكش انا عايز من حيث الكم، هو قال لك انا عايز من حيث الكيف. تمام؟ دي تركات الامتحان. لازم تقرا مطلب السؤال كويس. سؤال سهل تمام وتافه وانت تعرفه، بس حضرتك انت عندك تسرع في الاحكام. فاكر الحصه اللي فاتت؟ فاول ما تشوف كريم هنا صفه حد ايه؟ كلي، اقرا المطلب هتلاقيه بيقول لك من حيث الكيف يبقى عايز يا موجب يا سالب. طب كريم هنا مثبته يبقى هنختار الموجب. ندخل مع بعضينا على الPDF ونشوف. من حيث الكيف قلنا في حد موجب في حد سالب. ده المثبت ده المنفي، ده يعبر عن وجود الصفه. الصفه فيك، انت شخص كريم، انت شخص بخيل. بص الصفه فيك مالكش دعوه اذا كانت حلوه او وحشه. لكن حضرتك المنفي انت انت لا امين لا كريم لا بخيل. فاهم؟ الصفه منفيه، يبقى ده المثبت ده اللي فيه ازنت منفي. خلاص ماشي. شجاع جبان مالكش دعوه اذا كانت الصفه حلوه او وحشه. تمام؟ غير شجاع غير جبان دي منفيه. استخدام اداه السلب لا غير. ماشي. ليس لا تستخدمش ليس. ندخل مع بعضنا نحل تمام اسئله كتاب المدرسه. حصلت الطالبه جميله على جائزه الدوله التشجيعيه. حلو. يوظف لفظ جميله فيما سبق للدلاله على حد. بص حصلت الطالبه جميله. اولا جميله ده اسمها، فالاسم حد جزئي. ده من حيث الكم. لو كان من حيث الكيف كان هيبقى حد موجب لانه مثبت. اروح لمطلب السؤال زي ما انا قلت لك الاقيه ما حددش، يبقى حضرتك هدور في الاختيارات على حد جزئي وحد مين؟ موجب. هلاقي حد جزئي مش هلاقي موجب. لما يحددش اكيد هتلاقي واحده منهم بس، ما ينفعش يجيب الاثنين، يا يحدد. تمام؟ يعني لو جاب هنا في الاختيارات مثلا وقال لك موجب
كان لازم يحدد لك ده حد تمام من حيث الكم ولا من حيث الكيف، لكن ما حددش زي ما عمل في سؤالنا فجاب واحده منها بس. يعد الحد سنترال. سنترال دي بتتقال على سنترال واحد ولا كل السنترالات على مستوى الجمهوريه؟ كلهم. يبقى ده اسمه حد كلي. طب كلي ولا جمعي؟ الجمعي يطلق عليه في وسط التجمع، لكن لو مش جماعه مش هينفع نقول عليه مثلا سنترال. تاني، السنترال دي كلمه بتتقال على كل السنترالات، ولو بنيت سنترال لوحده في الصحراء اسمه سنترال برضه، فده مش جمعي لان ينفع نطلقه على شيء واحد ايه فقط وهو لوحده، فحضرتك ده اسمه حد كلي. حد جزئي يشير الى افراد كثيرين مجتمعين ولا يصدق على واحد منهم على انفراده. عايز حد جزئي تمام يشير الى افراد كثيرين مجتمعين ولا يصدق على واحد منهم على انفراده. يعني حضرتك تمام لازم يكون الحد جزئي ده وسط الجماعه. الجمعي فيه منه انواع، ممكن يكون جزئي وممكن يكون ايه كلي. فهو عايز حد هنا حد ايه جمعي. حديقه الفسطاط، شعب متحضر، مدينه ساحليه، الشعب المصري. فحضرتك هنا تاني كلمه الشعب المصري دي بتتقال واحنا مجتمعين، لكن لو واحد مشي مننا ما اسموش الشعب ايه مصري. الحد المنطقي لا يرتبط بعدد الألفاظ، فقد يكون لفظا واحدا أو لفظين أو عدة ألفاظ. نستخلص مما سبق أن كل ما يأتي يعد حدودا منطقيا عدا. بص احنا اتفقنا أن الحد المنطقي ممكن تكون كلمة أو مجموعة من الكلمات، في النهاية هي ملهاش معنى تام كامل، هي جزء من المعنى. فحضرتك أنا هقرأ العبارات اللي هلاقيها بتدي معنى كامل دي قضية جملة على بعضيها، اللي هلاقيها بتدي جزء من المعنى ما فهمتش منها حاجة دي حد منطقي. يعني مثلا أطول رجل بالعالم ماله؟ لسه ما قلتش عنه خبر، فدي يعتبر حد، يبقى مش هي. مدرستنا مالها؟ يبقى ده ما فهمتش منها حاجة دي حد. المواطن الشريف ماله برضه؟ يبقى دي حد. لكن لما أقول لك الناجح دؤوب، تمام، الناجح دؤوب ده حضرتك اسم تمام وايه والخبر بتاعه مبتدأ والخبر بتاعه، فحضرتك دي اسمها قضية. فهي دي الوحيدة اللي قضية، دول كلهم حدود منطقية لكن دي اللي ايه اللي قضية. فهو في السؤال بيقول لك كل مما يأتي يعتبر حدود منطقية عدا، هي دي الاختيار الصح. من الحدود المنطقية ما يسمي ويصف في آن واحد، دلل على ما سبق بمثالين. يعني كلمة ممكن تبقى اسم ممكن تبقى صفة، زي كريم. احنا عندنا غيره في الأمثلة دي، كريم طالب مجتهد. حضرتك هنا استخدمت كريم ايه اسم. وممكن مثلا نقول الطالب كريم بعطائه، فحضرتك كريم هنا صفة. ادي جبت له المثالين اللي هو عايزهم. نكمل مع بعضينا. يقول الفارابي أن الأعمال الفكرية تنتظم ذهنيا بوسائل تعبيرية لفظية، وتتداخل اللغة كأداة ضرورية لتحقيق التواصل بين الأفكار والبشر. حضرتك السؤال ده بيتكلم عن أن اللغة هي اللي بتعبر عن فكرنا. هنا بيقول لك استنتج العلاقة بين المنطق واللغة. أول ما يقول لك استنتج العلاقة بين المنطق واللغة ملهاش حل تاني. العلاقة بين المنطق واللغة علاقة وثيقة، تمام، علاقة قوية، فالاثنان وجهان لعملة واحدة. فاللغة هي أداة للتعبير عن أفكارنا، تمام. السطرين تبقى تمام بصمجهم كده على طول تحطهم. علاقة بين المنطق واللغة علاقة وثيقة، تمام، علاقة قوية، الاثنين وجهان لعملة واحدة، تمام. المنطق علم التفكير، اللغة أداة للتعبير عن إيه؟ عن أفكارنا. بس كده تمام التمام، وتاخد درجتك إن شاء الله. يقول جون لوك اللغة هي علامات حسية تدل على الأفكار الموجودة في الذهن. حلل ما يشير إليه القول السابق في سطرين. نفس العبارة، حضرتك بيقول لك اللغة والمنطق. اللغة والمنطق تمام، العلاقة بينهم علاقة وثيقة، فالاثنان وجهان لعملة واحدة. المنطق يدرس التفكير واللغة هي أداة للتعبير عن التفكير. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بص معايا كده، نمسح ده عشان أوريك واجبك. مش عارف الكلام بينزل معانا. شوف واجبك بعيدا عن الكلام. أسئلة التقييمات واجب. أسئلة التقييمات إيه؟
واجب. يبقى واجبك في درس النهارده اسئله تقييمات. حضرتك هتشوف كده تمام، اسئله التقييمات طلعوا 10 اسئله، طلعوا 18 سؤال، انت وحظك بقى هتجاوبهم. هنزل لك محاضره الحل ليهم. محاضره الحل بتنزل كل يوم 4. اتمنى ان انت تسمع الحصه ديت كده بتركيز تمام، تحل عليها تمام كويس. بعد ما تسمع تحل. منطق حضرتك لازم يتفهم، منطق لازم يتفهم، اسمع بتركيز. خلاص، اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه، والمحاضره الجايه هتكون فلسفه. مع السلامه.